عشان نبقى متفقين كده من اولها ان في وصفات بتنزل القلب قبل ما بتنزل المعده. وصفتنا دي بصراحه انا لو طول اعملها كل يوم من جمالها وطعمتها. انا هقول لكم بسرعه كده انا بعملها ازاي، بس ما تنسوش في الاول كده تشجعوني بلايك حلو منكم للفيديو. جبت طاسه وحطيت فيها ملعقتين سمنه، ولما سخنت السمنه كنت مقطعه بصلتين كبار كده عشان انا بحب البصل كتير في الوصفه دي على فكره. ولما اصفرت البصله، يعني مش هنستنى لما يبقى لونها احمر ولا اي حاجه، اول ما يبقى لونها ذهبي جبت صدر فرخه وقطعته بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وخليكم مكملين معايا هقول لكم اشمعنى انا قطعته يعني بالشكل ده. بنزل بصدور الفراخ وما بقلبهاش اول ما بنزل بيها كده، علشان درجه حراره الطاسه ما تهبطش مني، فبالتالي الصدور ما تنزلش الميه اللي فيها. لما بنخليها تاخد صدمه كده بتتقفل المسام بتاعه صدور الفراخ، فبالتالي بتبقى جوسي من جوه كده وطريه، ما بتبقاش ناشفه لما بتستوي. بعد ما بتاخد صدمه على ناحيه ببتدي اقلبها على الناحيه الثانيه، وبالراحه كده بديها كام تقليبه مع البصل، يعني هنشوحهم شويه كده حوالي 3 دقايق مثلا كده. وبعدين كان عندي في الفريزر كيس من الفلفل الالوان، وانا بحب احتفظ بالحاجات دي، يعني بيبقى عندي في الفريزر كده كيسين 3 لوقت زنقه اكون مشغوله، عندي ضيوف على غفله جاتني، او ما فيش حد ممكن يشتري لي فلفل مثلا، فالحاجات دي ممكن بتسعفنا يعني في وقت الازمات. بحب اديكم الافكار دي عشان ممكن تفيدكم برضو. المهم الفلفل المتفرز ده انا بنزل بيه على طول على الطاسه علشان يفضل فريش كده وجميل ومقرمش، لكن لو طلعتوه من الفريزر على الرخام علشان يسيب بيفك كده وبيبقى يعني ماي كده كله ميه ومبقاش طعمه حلو. وبعد ما قلبنا البصل مع الفراخ مع الفلفل، دلوقتي هنبتدي نضيف التوابل، وانا بحب اضيف خلطه التوابل السحريه بتاعتي، واحط لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. الخلطه دي فعلا جباره، يعني بتنقل اي وصفه كده في حته تانية خالص. ضفت نص ملعقه من الخلطه دي، وبعدين ضفت ربع ملعقه من الفلفل الاسود ورقه لورا. طب لو مش عندك الخلطه دي هتعملي ايه؟ ممكن تضيفي نص ملعقه برده من خلطه بهارات الفراخ، لو مش موجود ممكن تضيفي مكعب مرقه. المهم دلوقتي ضفت الملح وهقلب الحاجات دي كويس كده مع بعض. عايزه اقول لكم خلطه الفراخ دي ممكن تنفع في اي حاجه، ممكن تحشيها سندوتشات بالشكل ده، ممكن نحشيها برده في العيش السوري، في اي حاجه. الخلطه دي فعلا يعني جباره بالشكل ده. خلاص كده الخلطه بقت جاهزه معانا وزي الفل، هنركنها على جنب. ودلوقتي هنعمل مع بعض البشاميل على البارد، وانا بحب البشاميل على البارد لان الدهون فيه بتكون قليله، وصدقوني ما بيفرقش ابدا في الطعم. ضفت لتر من الحليب، يعني 4 كوبايات من الحليب، وكمان زودت كوبايه ميه. هضيف لكل كوبايه حليب ملعقه مليانه من الدقيق، يعني انا ضفت 5 كوبايات، فدلوقتي ضفت 5 ملاعق مليانه من الدقيق. بمجرد ما بننزل بالدقيق في الحليب بنقلب بسرعه بالمضرب علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. دلوقتي كمان انا حبيت اعزز الطعم، فضفت ملعقتين كبار من اللبن البودره، وده اختياري لكن طبعا بيفرق في الطعم، بيخلي الطعم غني جدا. ضفت كمان نص ملعقه ملح وربع ملعقه فلفل اسود، ولو عندك فلفل ابيض هيكون افضل وافضل، لكن انا ما بيفرقش معايا بصراحه اللون قد ما بيفرق معايا الطعم في الاخر. اهم حاجه ان احنا في المرحله دي لازم نقلب باستمرار بالمضرب. ضفت كمان شويه جبنه موتزاريلا، لان النجريسكو بيتميز بمطه الموتزاريلا، لكن لو مش متوفر عندك مفيش اي مشاكل. ضفت دلوقتي نص ملعقه كبيره من السكر، نص ملعقه بس، وكمان هضيف نص ملعقه سمنه. يا سلام لو السمنه دي كانت سمنه بلدي، لكن لو مش متوفر عندك سمنه بلدي ممكن تضيفي ملعقه من سمنه كريستال او سمنه روابي، طعمهم حلو قوي على فكره. بعد ما البشاميل خلاص بقى جاهز معايا طفيت عليه النار، وضفت نص ملعقه صغيره من البيكنج باودر، وده بيخلي القوام يبقى ناعم جدا كده وكريمي زي ما انتم شايفين. هو ده القوام المثالي للبشاميل، ولا يكون تقيل ولا يكون خفيف. شايفين برضو المطه بتاعه الموتزاريلا؟ تمام كده. دلوقتي جبت طبق وهاخد حبه من البشاميل اللي احنا هنحطها على وش الصينيه، هركنها كده على جنب. شايفين المطه دي بتاعت الموتزاريلا على فكره. هنا انا كنت سلقت المكرونه بالطريقه العاديه، وانا لما بسلق المكرونه بحط في الميه ملح وما بضيفش زيت. غسلتها كويس وصفيتها من الميه، وبعدين ضفتها على البشاميل. وممكن تضيفوا على فكره الخلطه بتاعت البشاميل الاول وتقلبوها في البشاميل وبعدين تضيفوا المكرونه، يعني مش هتفرق، لكن انا ضفت الموتزاريلا في الاول وبعدين ضفت الخلطه، لكن احيانا بعمل العكس. المهم بعد ما هنضيف الخلطه بتاعت اللي هي الحشوه دي،
هنقلبهم كويس جدا جدا علشان تندمج مع باقي المكرونه، يعني علشان تتوزع كويس. عايزه اقول لكم بمجرد ما ضفت الخلطه دي او الحشوه الجميله دي شميت ريحه، يعني الريحه لوحدها فعلا فعلا يا جماعه تجوع. طعمها رائع جدا جدا. انا عايزاكم بس تجربوا النجرسكو بنفس الخطوات البسيطه دي اللي احنا عملناها، يبقى رائع. المكرونه انا كنت بقول لكم ان انا بحب اقسمها 3 اقسام كده، يعني 3 اجزاء، عشان ما تبقاش كده بتمط زياده عن اللزوم وتغلبكم، خصوصا لو عندكم اطفال. جبت الصينيه اللي انا هسوي فيها وضفت فيها المكرونه، وبعدين سويتها كده بالاسباتيو عشان ما تبقاش منعكشه كده من فوق. وكمان المكرونه كانت كتيره فيها بركه، فعملت الطاجن التاني ده. على الوش بناخد البشاميل اللي احنا كنا راكنينه على جنب ده، وبنغطي بيه الوش، يعني غطوا الوش بطبقه حلوه من البشاميل علشان بتفرق كتير، يعني بتخلي شكل الصينيه يبقى متناسق كده وجميل. كمان حبيت اطعم الدنيا كده من فوق وادلعها، فضفت رشه من الموتزاريلا. زي ما قلت لكم لو مش عندكم موتزاريلا ولا تغلبوا نفسكم ولا تكلفوا نفسكم ولا اي حاجه، انا كل الحكايه ان هي كده كده كانت عندي في الفريزر. طعم النجرسكو فعلا فعلا فوق الرائع، ما تقلقوش خالص. دخلتها على الرف اللي في النص في فرن ساخن على درجه حراره 200. سبتها في الفرن حوالي نص ساعه، لان كده كده كل المكونات كانت مستويه معانا، فعلشان بس تتطعم وتشرب من كل الحاجات دي كلها، يعني تشرب من بعضها. طلعتها من الفرن فكانت بالمنظر ده. لو ما اخدتش اللون الجميل ده ممكن تولعي لها الشوايه دقيقتين بس مع الملاحظه لان الموتزاريلا بتاخد لون بسرعه، خلوا بالكم من النقطه دي. لو بتحبوا النجرسكو او البشاميل عموما، سواء مكرونه بالبشاميل او كوسه بالبشاميل او نجرسكو، لو حابينها تبقى يعني سايحه ونايحه وغرقانه كده في البشاميل، ممكن تقطعوها وهي سخنه، يعني هي لسه طالعه من الفرن كده تطلعوها، هتبقى بالمنظر الجميل ده، هتبقى سايحه كده وكلها صوص بشاميل. هقول لكم لو عايزين برضو تبقى ماسكه نفسها تعملوا ايه. بصوا بقى، انا عايزه افرجكم على اللوحه الفنيه والجمال اللي احنا عملناه النهارده. فاكرين ما قلت لكم في اول الفيديو انا بحب اقطع الفراخ بالشكل ده علشان لما بنيجي نغرس فيها الشوكه كده تطلع معانا القطعه بتاعه الفراخ في الشوكه، فتحسوا بطعمها كده جميل. بصوا الفراخ على الشوكة مع المكرونة مع باقي المكونات، بصوا الطعم خيال، الطعم محتاج يتقال فيه أشعار بصراحة. لو حابين ان جريسكو يكون القطع ماسكه نفسها كده، يعني كل خرطه بخرطتها كده، ممكن تسيبوا الصينيه لغايه ما تهدى شويه، يعني ممكن تسيبوها مثلا تلت ساعه. بتمنى من كل قلبي وصفتنا تكون عجبتكم، لان فعلا فعلا احنا بنعشقها، طعمها فوق الرائع. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك حلو منكم للفيديو، بحبكم جدا جدا وبفرح جدا جدا لما الوصفه بتنال اعجابكم ورضاكم.